السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنبدأ نتكلم عندنا على نوع من نباتات الزينة، وهو البليانتا البيضا. طبعًا البليانتا البيضا عندنا إحنا كنا عملنا عليها قبل كده فيديو قديم. طبعًا إحنا زي ما إحنا شايفينها هي طبعًا نبات مستديم الخضرة معايا، زي ما إحنا شايفين شكل الأزهار بتاعتها جميلة جدًا بالشكل ده. البليانتا البيضا من النباتات اللي هي الزينة اللي بنحصل منها على الأزهار بتاعة بتبقى يعني نبات مزهر معايا. بناخد الشكل بتاع الأزهار بتاعتها بيكون جميل جدًا وهو على النبات بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. طبعًا النبات عندنا يعني النباتات اللي هي يعني لازم بنهتم بالجزئية بتاعة الري كتير. بتكون موجودة عندي بتنتج بشكل كويس خلال فصل الربيع، وخلال فصل الصيف كمان بتنتج شغال كويس، وخلال فصل الشتا. الخريف ممكن بتبدأ يعني النبات يريح معايا شوية، بس خلال فصل الصيف وخلال فصل ال الشتا بتشتغل كويس. النبات عندي مستديم الخضرة، وخلال فصل الربيع برضه بتنتج كويس. النبات عندي مستديم الخضرة. طبعًا شكل الأزهار زي ما إحنا شايفينها كده، الأزهار دي غير عطرية، يعني ما لهاش ريحة مثلًا زي الياسمين أو الفل أو كده لأ، غير عطرية. ال العناية بتاعة النبات بتكون سهلة، بس بنهتم بالجزئية بتاعة الري عندنا. شكرًا.